السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي طلاب تالتة إعدادي، يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مستر الزوز من قناة مستر الزوز. النهارده حبيب قلبي فيديو مختلف شوية عن الفيديوهات اللي احنا بننزلها. طب يا عم زياد انت هتعمل معانا ايه السنة دي؟ يا صديقي انا بنزل لك درس شرح حلو الكلام على الشاشة السمارت الكبيرة. طبعا يا حبيب قلبي انا مش هسيبك، الزوز مش هيسيبك. لازم يا صاحبي اخد بايدك زي ما اتفقت معاك وادخلك اللجنه وانت حاطط رجل على رجل ومطمن وداخل تقفل الماده يا حبيب قلبي، وانا مش هشرح وخلاص يا صديقي. النهارده حبيب قلبي انا قررت قرار بمشيئه ربنا هنبقى قده السنه دي، وهحل جميع اسئله كتاب الاضواء. كتاب الاضواء كله هحله. هحل كتاب الاضواء كله. يعني حضرتك انا خلصت الدرس الاول بتاع مظاهر سطح الامريكتين. طيب النهارده ان شاء الله الفيديو دوت هيبقى حل تدريبات كتاب الاضواء والكتاب المدرسي في الفيديو دوت على اول درس. يبقى انت كده يا صديقي اول درس النهارده الحل بتاعه. خلصت تاني درس شرح نفس القصه دي كلها لغايه اخر المنهج. يلا حبيب قلبي ما تنساش بس يا صديقي تدعمنا، كومنت كويس، سبسكرايب للقناه عشان ينزل لك كل جديد يا صديقي، وما تنساش تشير الفيديو لكل زمايلك. وليتس جو حبيب قلبي وصلي على النبي وبسم الله الرحمن الرحيم. نشوف اول سؤال عندنا. بيقول لك حبيب قلبي السؤال الاول، طبعا الدرس اسمه موقع ومظاهر سطح قارات العالم الجديد. بيقول لي اكمل العبارات الاتيه بكلمات مناسبه. تتشابه قارتي امريكا الشماليه والجنوبيه في حدودهم ايه؟ سامعك يا اللي بتقول الحدود الشرقيه والحدود ايه يا صديقي؟ الغربيه. برافو عليك لان يا مستر الحدود الشرقيه محيط اطلنطي والحدود الغربيه المحيط الهادي. تاني حاجه حبيب قلبي ركز كده معايا. بيقول لي ايه؟ يفصل المحيط الامريكتين عن قارتي اوروبا وافريقيا. ايه المحيط اللي بيفصل الامريكتين عن قارتي اوروبا وافريقيا؟ برافو عليك، المحيط الاطلنطي يا زوز. المحيط يا صديقي الاطلنطي. طيب 3. يحد قارة استراليا من جهة الشمال بحر ايه؟ بحر تيمور. برافو عليك. وبحر ارافورا. بحر ايه؟ ارافورا. طيب 4. ادى الموقع الفلكي للامريكتين الى تنوع ايه؟ برافو، النظم البيئية. النظم البيئية. 5. تربط قناة بنما بين المحيطين برافو، الهادي والاطلنطي. الهادي والاطلنطي. طيب تعالى كده نشوف السؤال التاني يا حبيب قلبي صح وغلط. صلي بينا على الرسول. تقع قارة أنتاركتيكا. تقع قارة أنتاركتيكا أقصى شمال الكرة الأرضية. طبعا الإجابة غلط، صح ولا لأ؟ تقع قارة أنتاركتيكا أقصى شمال الكرة الأرضية. طبعا الإجابة تبقى غلط لأن المفروض إجابتها هتبقى جنوب. طيب يحدي قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية من جهة الشمال المحيط الأطلنطي. طبعا غلط، الغلط هنا هيبقى في الشمال، هتبقى الشرق. هتبقى الإجابة يا صديقي غلط طبعا. 3. يفصل البحر الكاريبي أمريكا الشمالية عن أمريكا الجنوبية. طبعا صح يا عم الزوز. 4. تمر دائرة الاستواء شمال قارة أمريكا الجنوبية. طبعا صح يا عم الزوز. 5. تقع قارة أمريكا الجنوبية بالكامل في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. لا بص، هي الإجابة غلط. ليه غلط؟ لأن هنا قارة أمريكا الجنوبية بيقول لي هنا تقع بالكامل. هي مش بالكامل، هي معظمها في الجزء الجنوبي لكن مش بالكامل. يبقى التصحيح بتاعها معظم. أنا بصحح عشان تبقوا فاهم أنا ليه اخترت الإجابة صح أو غلط. تعد قارة استراليا شبه جزيرة. طبعا غلط لأن استراليا جزيرة وليست شبه جزيرة لأن المياه بتحيط بها من جميع الجهات. 7. تقع قارة استراليا
الى الشرق من المحيط الهادي طبعا غلط، من الايه؟ من الغرب، او ممكن تقول المحيط الهندي. تقع قارة استراليا بالكامل في النصف الكرة الارضية الجنوبي والشرقي طبعا صح. ساهمت قناة بنما في اختصار المسافة التي كانت تقطعها السفن طبعا الإجابة صحيحة. توجد في الأمريكتين الكثير من مصادر الطاقة الأحفورية طبعا الإجابة صحيحة. تعالى كده حبيب قلبي نشوف السؤال اللي تشوزنج الاختيارات. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. تعد قارة أمريكا الشمالية تاني، تعد قارة أمريكا الشمالية ثالث قارات العالم مساحة بعد قارتي إيه؟ وأنا عندي ترتيب القارة إيه يا مستر؟ قال لي آسيا أولى، أفريقيا التانية، أمريكا الشمالية تالتة، الرابعة أمريكا الجنوبية، بعد كده أنتاركتيكا 5، بعد كده أوروبا 6، بعد كده استراليا 7. يبقى قارة أمريكا الشمالية ثالث قارات العالم مساحة بعد قارتي إيه؟ آسيا وأفريقيا. آسيا وإيه؟ وأفريقيا. حلو، تعال نصغر الخط شوية عشان هو كبير شوية صح؟ طيب. تحتل قارة أمريكا الجنوبية، تحتل قارة أمريكا الجنوبية المركز الكام من حيث المساحة بين قارات العالم؟ احنا قلنا آسيا في الأول. احنا قلنا إيه؟ تعال نرتبهم كده مع بعض. احنا قلنا آسيا في الأول صح؟ بعد كده إفريقيا صح؟ بعد كده أمريكا الشمالية، بعد كده أمريكا الجنوبية، بعد كده يلا قطبية جنوبية، بعد كده أوروبا، بعد كده إيه؟ استراليا. حلو الكلام. هنا السؤال بيقول لي إيه؟ تحتل قارة أمريكا الجنوبية المركز الكام من حيث المساحة؟ أدي آسيا أولى، أفريقيا تانية، شمالية تالتة، جنوبية رابعة. يبقى المركز إيه؟ الرابع. فهمتوا تحلوا السؤال إزاي؟ طيب عشان محدش يتلخبط. أنا طبعا بعمل الكلام ده عشان تعملوا زيه، وأنتوا بتحلوا تفتكروا تكتبوا كده عشان محدش يتلخبط في العد. طيب 3. يحد قارة أمريكا الشمالية، يحد قارة أمريكا الشمالية من جهة الشرق، برافو عليك، المحيط الأطلنطي. طب لو السؤال هنا يحد قارة أمريكا الجنوبية، يعني لو السؤال 3 شالوا الشمالية وحطوا الجنوبية، هتبقى برضو الإجابة إيه؟ واحدة، المحيط الأطلنطي، لأن الاتنين مشتركين في الحدود الشرقية والحدود إيه؟ الغربية. طيب. يفصل الأمريكتين عن قارة آسيا واستراليا المحيط إيه؟ هنا بقى المحيط الهادي. طب لو قال لي في نفس السؤال يفصل الامريكتين عن قارتي اوروبا وافريقيا، هيبقى المحيط الاطلنطي، لكن طالما قال لي اسيا هنا واستراليا هيبقى المحيط ايه؟ الهادي. يحد قارة استراليا من جهتي الجنوب والغرب مسطح مائي واحد، مسطح مائي واحد اللي هو في الجنوب وفي الغرب اللي هو المحيط الهندي. برافو عليك يا صديقي. طيب شوف السؤال اللي بعده. بيقول لي 6. تمر بقارة استراليا دائرة عرض ايه؟ انا عندي قارة استراليا يبقى دائرة عرض مدار الجدي. الممر المائي العالمي الذي يربط بين المحيطين الاطلنطي والهادي طبعا قناة بانما، دي القناة الجديدة اللي احنا واخدينها، اللي احنا قلنا عليها بتأثر ايه؟ تقصير المسافات بين ايه؟ بين السفن، صح ولا لا؟ بتأثر المسافات ايه؟ بين السفن، وكمان يا مستر بتربط المحيط الأطلنطي بالمحيط ايه؟ الهادي. السؤال الرابع يا صديقي وهو ايه؟ صوب ما تحته خط، صوب ما تحته ايه؟ خط. بيقول لي تعد قارة آسيا أصغر قارات العالم مساحة. تعال نصوب كده، ايه هي أصغر قارات العالم مساحة؟ آسيا لا، يبقى الإجابة ايه؟ طبعا استراليا. الإجابة ايه؟ استراليا. تحتل قارة استراليا المرتبة الخامسة في المساحة بين قارات العالم؟ لا طبعا يا زوز. تحتل قارة استراليا المرتبة الخامسة، المرتبة الخامسة كانت ايه؟ احنا قلنا آسيا اهي، انا عارف طبعا الإجابة بس انا بقولها لك انت. آسيا، أفريقيا، حلو الكلام، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، قارة قطبية جنوبية، بعد كده هتكلم على ايه؟ سامعك، ايوه أوروبا، بعد كده هتكلم على ايه؟ استراليا. يبقى 1 2 3 4 5 6 7. طيب هنا بيقول لي السؤال ايه؟ تحتل قارة استراليا المرتبة الخامسة في المساحة. ايه هي المرتبة الخامسة يا مستر؟ يبقى القارة القطبية الجنوبية، القارة القطبية
الجنوبية. برافو عليك يا زوز. تقع الأمريكتان في النصف الشرقي للكرة الأرضية. الأمريكتان لا طبعا يا مستر، يبقى في الجزء الغربي أو النصف الغربي. يحد قارة أمريكا الجنوبية من جهة الجنوب البحر الكاريبي. لا يا عم الزوز، مش من جهة الجنوب، من جهة الشمال، صح ولا لأ؟ طيب. يمر بقارة أمريكا الشمالية الدائرة القطبية الشمالية ومدار الجدي. تاني السؤال ده حلو، بيقول لي يمر بقارة أمريكا الشمالية الدائرة القطبية الشمالية ومدار الجدي. لا يا مستر، هيبقى مدار السرطان. طيب، لأن مدار الجدي ده استراليا. تقترب قارة أمريكا الشمالية من قارة آسيا عند مضيق إيه بقى؟ مضيق اسمه مضيق بيرينج. مضيق اسمه إيه؟ مضيق بيرينج. مضيق إيه يا رجالة؟ بيرينج. تمام؟ ظهرت، والسؤال هنا بيقول لي تقترب قارة أمريكا الشمالية من قارة آسيا، يبقى عند مضيق إيه؟ بيرينج. ظهرت حضارتي المايا، البت مايا والبت الإنكا التنكا في استراليا. قال لا، دي ظهرت في الأمريكتين يا عم الزوز، صح ولا لا يا رجالة؟ ظهرت فين؟ في الأمريكتين. طيب تعال نشوف يا صديقي السؤال اللي بعده. نشوف بقى يا صاحبي الخرايط القمر الجميلة بتاعتنا. صلى على الرسول يا صديقي، وما تنساش تترحم على والدتي بالرحمة والمغفرة. تعالى يا صديقي، بيقول لي أمامك خريطة صماء للأمريكتين. حلو الكلام. اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليه، وعايز الرقم. يمثل الرقم نقط المحيط القطبي الشمالي. فين المحيط القطبي الشمالي؟ وهو يا عم زياد عند رقم 9، يبقى ده المحيط القطبي ايه؟ الشمالي. حلو. يمثل الرقم نقط البحر الكاريبي. فين البحر الكاريبي؟ انا عارف ان البحر الكاريبي في الحتة دي كده، رقم 11، يبقى البحر الكاريبي رقم ايه؟ 11. في ناس كتير هتتلخبط ما بين 4 وما بين 11. يقول لي يا مستر طب ما 4 دي بحر كاريبي. يقول لك لا، 4 دي القناة اللي بتربط المحيط الأطلنطي بالمحيط الهادي. تمام؟ دي قناة بنما. يبقى يا مستر الزوز البحر الكاريبي فوق قناة بنما شوية، اللي هي ال 11 دي، عشان محدش يتلخبط. 3. يمثل الرقم نقط دائرة الاستواء. طبعا باينة قوي يا عم الزوز، دائرة الاستواء 8. تمام؟ رقم 8 اهي دائرة الاستواء 8. 4. يمثل الرقم نقط مضيق بيرينج. فين مضيق بيرينج يا عم الزوز؟ مضيق بيرينج يبقى اهو رقم 10. مش انا لسه حل السؤال ده فوق اهو؟ هنا بيقول لي تقترب قارة امريكا الشمالية من قارة اسيا عند مضيق بيرينج. طيب نفس السؤال اهو برضو، يمثل الرقم كذا عند مضيق بيرينج، يبقى هو ايه؟ رقم ايه؟ 10. 5. يمثل الرقم نقط قارة امريكا الجنوبية. امريكا الجنوبية اهي، يبقى رقم 2. 6. يمثل الرقم نقط، يمثل الرقم نقط قارة أمريكا الشمالية. فين يا مستر الرقم نقط قارة أمريكا الشمالية؟ أدي قارة أمريكا الشمالية أهو، يبقى الإجابة رقم 3. 7. يمثل الرقم نقط المحيط الهادي. فين المحيط الهادي يا عم الزوز؟ أدي رقم 1 ده كده كله المحيط إيه؟ كل ده محيط إيه؟ هادي، يبقى رقم 1. 8. يمثل الرقم نقط مدار السرطان. فين مدار السرطان؟ ادي 5 ده، ها مدار ايه؟ السرطان، يبقى 5. 9. يمثل الرقم نقط قناة بنما. اهو يا رجالة قناة بنما، يبقى هو ايه؟ هو مشاور لي على السهم ده، يبقى رقم 4. 10. يمثل الرقم نقط مدار الجدي. يا باشا 6 خلاص باينة. يمثل 11. يمثل الرقم نقط الدائرة القطبية الشمالية. الدائرة القطبية الشمالية هتبقى الإجابة رقم 7. برافو عليك شاطر. يلا احنا كده خلصنا أول خريطة. خش على الخريطة اللي بعدها حبيب قلبي. السؤال السادس أمامك خريطة صماء لاستراليا. اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. طيب رقم 1 ده بحر تيمور. بحر ايه؟ تيمور. طيب رقم 2 بحر أرافورا. بحر ايه؟ أرافورا. بص يا رجاله عشان محدش يتلخبط، أرافورا فوق هنا اهي، ده كده بحر أرافورا. طب اللي على المايل دوت ده بحر ايه؟ تيمور. يبقى ما تنسوش يا رجاله، أرافورا هو اللي فوق قوي، لكن تيمور اللي واخد ايه؟ الجنب، عشان محدش يتلخبط. طب 3 فين 3؟ اهو 3. 3 ده المحيط ايه؟ برافو، المحيط الهندي. 4 المحيط ايه؟ برافو، المحيط الهادي.
5 مدار ايه؟ 5 مدار الجدي. 5 مدار ايه يا رجاله؟ الجدي. طيب شوف السؤال اللي بعده. السؤال السابع، بما تفسر. حلو السؤال ده، جميل، بحب انا الاسئله المقاليه دي. بيقول يا صديقي ايه بقى؟ بما تفسر ساعدت قناه بنما، ساعدت قناه ايه؟ بنما على تيسير حركه التجاره العالميه. السؤال هنا بيقول لي بما تفسر، دايما ما تتخضش منه، قول ليه. دايما ايه؟ اسال نفسك ايه وليه. بما تفسر ساعدت قناه بنما على تيسير حركه التجاره العالميه. ساعدتي في ايه يا مستر؟ قال لي يا مستر، قال لي اول اجابه ربط المحيط الأطلنطي بالمحيط الهادي. بس كده؟ أقول لك لأ. قال لي يا مستر اختصار طرق السفن. اختصرت قد إيه؟ قال لي اختصرت آلاف الكيلو مترات. طيب 2، تنوع النظم البيئية في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. أول ما يجي يقول لك ليه النظم البيئية متنوعة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، أقول له على طول بسبب الموقع الفلكي. بسبب الموقع ايه؟ الفلكي. 3، تعد قارات العالم الجديد مركز غني ومتنوع بالثقافات المختلفة. قال لي ليه يا مستر؟ قارات العالم الجديد اللي هي اسيا وافريقيا، اللي هي امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واستراليا، فيها ثقافات مختلفة. قال لي بسبب ايه؟ بسبب الهجرة. بسبب ايه يا رجالة؟ بسبب الهجرة اليها، بسبب كثرة الهجرة اليها. تمام؟ بسبب كثرة الهجرة اليها. حلو الكلام. تخش على السؤال الثامن. دلل. دلل دلل، يعني بيقول لي اديني دليل. يبقى دلل يا مستر يعني اديني دليل، اثبت لي يا معلم، اثبت لي الكلام اللي مكتوب ده. يبقى سؤال دلل محدش يتخض منه. يعني لما اجي اقول لك اثبت لي، والله انت بتقول الكلام ده ليه؟ يعني اديني دليلك، قول لي مصدرك كده، كاني بحقق معاك. بيقول لي انا مش مصدقك، اديني دليل كده على الحاجه ديت. طيب بيقول لي دلل على صحه العباره. تشابه الحدود الشرقيه والغربيه لقارتي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. بيقول لي اثبت لي، اثبت لي يا زوز ان الحدود الشرقيه والغربيه في القارتين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه في منهم تشابه. اقول لك من عينيا. اقول له يا صديقي في الناحيه الشرقيه الاتنين واحد في المحيط ايه؟ الاطلنطي. حلو الكلام. طب في الناحيه الغربيه برضو الاتنين واحد في المحيط ايه؟ الهادي. اقول له في اراضي زراعيه. تمام. اقول له في طاقه احفوريه زي البترول والغاز الطبيعي طبعا. هقول له في حديد، في يورانيوم زي ما موجود فين؟ في استراليا. صح ولا لا يا رجاله؟ زي ما موجود فين؟ في استراليا. طب 3، شهدت قارات العالم الجديد قيام حضارات عريقه. اقول له زي حضاره البت انكا التنكا وحضاره البت ايه؟ مايا. يبقى انا كده عندي حضاره ايه؟ انكا التنكا وحضاره البت ايه؟ مايا. حلو الكلام. يلا حبيب قلبي نشوف الجزئيه الثانيه بتاعه الدرس اللي هو مظاهر سطح قارات العالم الجديد. بيقول لي السؤال الاول تقع شرق قاره امريكا الشماليه، تقع شرق قاره امريكا الشماليه جبال شرق وشماليه زي ما عودتك في الفيديو بتاع الشرح. يبقى جبال ايه؟ الابلاش. حلو الكلام. يبقى تقع شرق قارة أمريكا الشمالية جبال إيه؟ الأبلاش. طب 2، تشتهر جبال روكي بقارة أمريكا الشمالية بغناها بإيه؟ بالمعادن. برافو عليك يا زوز. 3، تستغل الأنهار الصغيرة كثيرة الشلالات في هضبة لابرادور لغرض اقتصادي وهو إيه؟ توليد الطاقة الإيه؟ الكهرومائية. 4، يعد نهر نقط من أطول أنهار قارة أمريكا الشمالية ويصب في خليج المكسيك. أطول أنهار يبقى نهر الميسيسيبي. الميسيسيبي. 5، تقع جزر فوكلاند في المحيط الأطلنطي. محيط إيه؟ الأطلنطي. تمام. خش على السؤال الثاني، صح وغلط يا صديقي. بيقول لي صح او غلط. تشغل السهول الفيضيه مساحه كبيره من قاره امريكا الشماليه. طبعا برافو عليك، صح، بسبب السهول الوسطى.
أكبر الجزر مساحة في قارة أمريكا الشمالية. تاني، أكبر الجزر مساحة في قارة أمريكا الشمالية. جزر هاواي؟ طبعا الإجابة غلط، هتبقى جزر جرينلاند. تمتد سلاسل جبال الإنديز في الجزء الشرقي من قارة أمريكا الجنوبية. طبعا الإجابة غلط، في الجزء الغربي. صح ولا لأ؟ طيب، وهنا مش طالب التصحيح بس أنا لازم أصح عشان تبقى فاهم. تمام؟ تتسم السهول الساحلية الغربية للأمريكتين بالاتساع. طب واحدة واحدة كده معانا، هو بيقول لي هنا إيه؟ تتسم السهول الساحلية الغربية للأمريكتين. نفترض كده، نرسم كده رسمة صغيرة، تمام، للأمريكتين كده، رسمة كده بسيطة قوي يعني. نفترض إن دي كده أمريكا الشمالية ودي كده إيه؟ أمريكا الجنوبية. هنا عندي كل ده في المحيط الأطلنطي وهنا عندي كل ده في المحيط الهادي. هنا بيقول لي إيه السؤال؟ تتسم السهول الساحلية الغربية، هو ماسك كده الغربية اللي هي ناحية السهول إيه؟ سهول اللي هي بتاعت المحيط الهادي. تتسم السهول الساحلية الغربية الأمريكية بالاتساع. لا، هنا في جبال يا باشا، هنا عندي جبال روكي في أمريكا الشمالية وهنا عندي الإنديز في أمريكا الجنوبية. هتبقى الإجابة إيه؟ غلط. أنا بعلمك أنا بحل إزاي، يبقى أقول له لا غلط طبعا، بالضيق. طب ليه بالضيق؟ بسبب اقتراب حافات الجبال روكي والإنديز. صح كده؟ طيب. 5. تمتد جبال الحاجز الكبير في الأجزاء الشرقية لقارة استراليا. طبعا الإجابة صحيحة. تتسم السهول الساحلية الشرقية لقارة استراليا بالضيق. تاني، تتسم السهول الساحلية الشرقية لقارة استراليا بالضيق. طبعا الإجابة صحيحة بسبب اقتراب حفاد إيه؟ الحاجز الكبير. تعد جزيرة تسمانيا من أشهر جزر استراليا وتتميز بتنوع تضاريسها وجمالها الطبيعي. طبعا الإجابة صحيحة. نشوف السؤال التاني. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. تقع في شمال شرق قارة أمريكا الشمالية. هضبة إيه؟ هضبة لابرادور. 2. تمتد السهول الوسطى في قارة أمريكا الشمالية بين جبال إيه وإيه؟ نقط شرقا وجبال روكي في الغرب، يبقى جبال الأبلاش في الشرق. تعد أكبر هضاب أمريكا الجنوبية مساحة. هضبة إيه؟ البرازيل. برافو عليك. تغطي سهول الأمازون بقارة أمريكا الجنوبية مساحات كبيرة من الغابات المدارية المطيرة. من غير تفكير. من أهم أنهار قارة استراليا. من أهم أنهار قارة استراليا، أنا ما عنديش غير نهرين أصلا، ميري ودارلينج. ميري ودارلينج. طيب، يغلب على هضبة غرب استراليا الطابع إيه يا صديقي؟ الطابع إيه؟ يغلب على هضبة غرب استراليا الطابع إيه؟ الطابع الصحراوي. الطابع إيه؟ الصحراوي. طيب، تعال نشوف صوب ما تحته خط. تشغل هضبة المكسيك ثلثي مساحة قارة استراليا. تاني، تشغل هضبة المكسيك ثلثي مساحة قارة استراليا. لا، أولا استراليا ما فيهاش غير هضبة اللي هي ثلثي القارة واخداها كلها، هي إيه؟ الهضبة الغربية. الهضبة إيه؟ الغربية. حلو الكلام. 2. تمتد سهول المحيط الهادي على طول السواحل الشرقية لقارة أمريكا الشمالية. تاني، وهنا بيقول لك صوب كلمة الشرقية دي فيها حاجة غلط. صح كده؟ طيب، واحدة واحدة. بيقول لي تمتد سهول المحيط الهادي. حلو الكلام. المحيط إيه؟ الهادي على طول السواحل الشرقية. لا، المحيط الهادي يبقى السواحل إيه؟ الغربية. 3. تعد جزيرة تسمانيا من أشهر جزر قارة أمريكا الجنوبية. لا طبعا، تسمانيا دي بتاعت استراليا، يبقى الخطأ. تسمانيا هتبقى من أشهر جزر قارة أمريكا الجنوبية. هي اسمها إيه يا عم زياد؟ فوكلاند. اسمها إيه؟ فوكلاند. توجد جبال الحاجز الكبير في قارة أمريكا الشمالية وتعد منطقة جذب سياحي. لا غلط طبعا، الحاجز الكبير موجودة في قارة استراليا. قارة إيه؟ استراليا. حلو الكلام. السؤال الخامس، اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. أكبر الجزر التابعة لقارة أمريكا الشمالية. أنا ما خدتش غيرها يا عم زياد، وهي جرين لاند. وهي جرين إيه؟ لاند. هضبة بقارة أمريكا الجنوبية
تعد مصدر رئيسي للعديد من الثروات المعدنية. تاني، هضبة بقارة أمريكا الجنوبية تعد مصدر رئيسي للعديد من الثروات المعدنية. هتبقى هضبة ايه؟ ركز معايا، هتبقى هضبة البرازيل. هضبة ايه؟ البرازيل. دي الهضبة اللي هم معتمدين عليها أصلا. طب أوسع السهول الفيضية. تاني، أوسع السهول الفيضية في العالم. ركز معايا بالله عليك، أوسع السهول الفيضية في العالم وتقع في قارة أمريكا الجنوبية. أنا هسكت كده ثانية وأنت فكر. أقول لك تاني السؤال ده على فكرة مهم أوي يا رجالة. السؤال ده مهم أوي يا رجالة، تمام؟ أوسع السهول الفيضية في العالم، حلو الكلام، وتقع في قارة أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية يا مستر، يبقى الأمازون. يبقى إيه؟ سهول نهر إيه؟ الأمازون. جبال بأمريكا الجنوبية تعد مخزن للنحاس والقصدير. يبقى مفيش غيره يا مستر، جبال الإنديز. حلو الكلام. بيقول السؤال السادس، حلو أوي السؤال ده. إلى أي الأقسام التضاريسية تنتمي الظاهرات الجغرافية التالية وفي أي القارات تقع؟ طيب الأبلاش يبقى تنتمي للجبال. طب في أنهي قارة؟ الأبلاش يبقى أمريكا الشمالية. موجودة فين؟ موجودة في شرق أمريكا الشمالية. طب لابرادور دي هضبة، دي فين؟ دي هضبة موجودة فين؟ لابرادور اللي موجودة في شمال شرق أمريكا الشمالية برضه. طب البرازيل اللي هضبة موجودة فين؟ موجودة في شرق أمريكا الجنوبية ودي أكبر هضبة. طب تسمانيا اللي دي جزيرة موجودة فين؟ موجودة في استراليا. طب جرينلاند اللي برضو جزيرة موجودة فين؟ موجودة في أمريكا الشمالية. طب الإنديز اللي لأ ده جبل، سلاسل جبلية، أكبر سلسلة جبلية في العالم أو أطول. طب جبال فين يا عم زياد؟ اللي موجودة في غرب أمريكا الجنوبية. طب الحاجز الكبير اللي ده جبال برضو موجودة فين؟ موجودة في شرق استراليا. في مشكلة؟ أنا معتقد سؤال جميل وسهل أوي. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده، السؤال السابع. في أي القارات توجد الأنهار التالية وأين تصب؟ حلو قوي. نهر الميسيسيبي موجود في أنهي قارة؟ موجود في قارة أمريكا الشمالية. حلو الكلام. طب بيصب بقى فين؟ قال لي بيصب في خليج المكسيك. بيصب في خليج إيه؟ المكسيك. طب نهر الأمازون قال لي موجود في أمريكا الجنوبية. نهر الأمازون بياخد من الإنديز وبيصب فين؟ في البحر في المحيط الأطلنطي. في المحيط إيه يا رجالة؟ الأطلنطي. حلو الكلام؟ طيب نهر ماري ودارلينج موجود فين؟ موجود في استراليا. طب بيصب فين؟ خليج الأسترالي الكبير. صح كده؟ يبقى أنا كده خلصت السؤال السابع. نخش على السؤال الثامن اللي هو الخريطة. يلا حبيب قلبي. بيقول لي أمامك خريطة صماء لقارة أمريكا الشمالية، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. واحد، جبال. دي جبال إيه؟ دي جبال روكي. يبقى دي جبال إيه؟ روكي. صح كده؟ لأنها موجودة في غرب القارة. طب اتنين، دي جبال إيه؟ شرق القارة، يبقى جبال الأبلاش. حلو. طب تلاتة، في أمريكا الشمالية هضبة إيه؟ هضبة لابرادور موجودة في شمال شرق القارة اللي هي غنية بالمعادن. طيب أربعة، نهر إيه؟ قال لي أربعة ده نهر إيه؟ نهر إيه؟ ده نهر الميسيسيبي. يبقى نهر الميسيسيبي. خمسة، خليج إيه؟ المكسيك اللي هو أصلا يا مستر النهر بيصب فيه. صح كده؟ ستة، جزيرة جرينلاند. جزيرة إيه يا رجالة؟ جرينلاند. السؤال التاسع، أمامك خريطة صماء لأمريكا الجنوبية، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. طيب تعال نشوف. فين واحد؟ دي جبال إيه؟ جبال الإنديز، مفيش غيرها. صح ولا لأ؟ اتنين، هضبة إيه؟ الكرش الكبير ده كده، كل دي كده هضبة إيه؟ البرازيل اللي هي أكبر هضبة أصلا فيها معادن. تلاتة، نهر إيه؟ تلاتة، نهر الأمازون. نهر إيه؟ الأمازون. أربعة، فين أربعة؟ أربعة إيه؟ جزر إيه؟ فوكلاند. جزر إيه؟ فوكلاند. خمسة، سهول إيه دي؟ دي سهول إيه دي؟ المحيط
الهادي صح؟ سهول، لا ثواني، سهول ايه دي؟ المحيط هادي ايه؟ سهول المحيط ايه يا رجاله دي؟ الاطلنطي. لا مش القلم ده، اول قلم تمام. نمسح تاني، نمسح تاني، نجيب اول قلم الاحمر. يبقى يا رجاله 5 دي سهول المحيط ايه؟ الاطلنطي. 6 طبعا يا عم زياد سهول المحيط ايه؟ ها، الهادي. تمام يا رجاله. تعالى نشوف كده الخريطه اللي بعده. السؤال العاشر، ودي اخر خريطه اللي هي خريطه استراليا. واحد، جبال ايه دي يا عم زياد؟ جبال الحاجز، ها، الحاجز الكبير. حلو الكلام. 2 هضبة ايه بقى دي؟ هضبة غرب، ها، هضبة ايه؟ الغربية او هضبة غرب استراليا. 3 في النهر. 3 بصوا يا رجالة، هو هنا في نهرين صح كده، وبيقول لي 3 نهر و4 نهر. ازاي نفرق ما بينهم بقى؟ عشان في ناس كتير بتتلخبط. انا عندي نهر اسمه ميري ودارلينج. التلاتة دي اللي هو النهر اللي هنا ده فوق صح، وده نهر تحت. طيب اللي فوق دوت اللي فيه حرف الالف، يبقى اللي فوق ده اللي فيه حرف الالف اللي هو نمبر 1 الالف دايما، يبقى دارلينج. نهر ايه؟ دارلينج. طب رقم 4 اللي تحت خالص ميري فيه كسرة، نهر ايه؟ ميري ليه. حلو الكلام. طيب 5 الخليج الاسترالي الكبير. 6 جزيرة تسمانيا. جزيرة ايه؟ تسمانيا. وبكده حبيب قلبي اكون خلصت ايه؟ الخرايط. نخش بقى صديقة على المقال بتاعنا القمر الحلو اللي مفيش منه 2 ده. السؤال 11، بما تفسر الأهمية الاقتصادية لجبال الأبلاش. هي جبال الأبلاش يا عم زياد ليها أهمية اقتصادية؟ قال لي يا مستر، جبال الأبلاش وجبال روكي بستخدمها إن فيها إيه؟ معادن، وبتبقى مناطق جذب سياحي. حلو الكلام. طيب توليد الطاقة الكهرومائية من هضبة لابرادور بقارة أمريكا الشمالية. بما تفسر توليد الطاقة ليه يا عم زياد بولد طاقة كهرومائية من هضبة لابرادور بقارة أمريكا إيه؟ الشمالية، بسبب الأنهار. بسبب إيه؟ الأنهار. فمستر أنهار صغيرة بتعمل لي حاجة اسمها شلالات، فالشلالات دي من خلالها بولد الطاقة إيه؟ الكهرومائية. ضيق السهول المحيط الهادي بقارة أمريكا الجنوبية. أنا عندي يا عم زياد قارة أمريكا الجنوبية أهي. حلو الكلام. في الحتة دي كده يا عم زياد بيقول لي ضيق السهول المحيط الهادي، دي محيط الهادي صح؟ أمريكا الجنوبية في الحتة دي فيها جبال الإنديز. يبقى هنا بيقول لي ضيق السهول ليه؟ أقول له بسبب اقتراب حافات جبال الإنديز، فعشان كده هي ضيقة. طيب نخش على السؤال ال 12، ما النتيجة التي ترتبت على كثرة الخلجان على السواحل المحيط الأطلنطي بقارة أمريكا الشمالية؟ أقول له وجود موانئ. وجود إيه؟ موانئ. 2 قلة الأنهار الدائمة في قارة استراليا. قال لي يا مستر قلة السهول الفيضية. طالما في أنهار قليلة يبقى في سهول فيضية قليلة. اقتراب جبال الحاجز الكبير من ساحل المحيط الهادي. ايه النتيجة اللي ترتبط على اقتراب جبال الحاجز الكبير من ساحل المحيط الهادي؟ قال لي يا عم زياد ضيق السهول للمحيط ايه؟ الهادي. يبقى في ضيق، يبقى في ايه؟ ضيق. طالما في اقتراب حافات جبال يبقى في ايه؟ في ضيق هنا. طيب السؤال ال 13، دلل على صحة العبارة الآتية: تشغل السهول الفيضية بقارة أمريكا الشمالية مساحة كبيرة من القارة. قال لي اللي هي السهول الوسطى. أقول له السهول الوسطى بين الأبلاش في الشرق وروكي في الغرب، صح ولا لأ؟ وعندي نهر فيها الميسيسيبي اللي بيصب في خليج إيه؟ المكسيك. هتشرح واخدة مساحة كبيرة جدا أهو. لجبال الحاجز الكبير بقارة استراليا أهمية اقتصادية كبيرة. جبال الحاجز الكبير مهم في إيه؟ قال لي يا مستر مهم في السياحة، صح ولا لأ؟ يبقى جبال الحاجز الكبير مهمة بقارة استراليا، أهمية اقتصادية كبيرة جدا. مهم في إيه؟ مهم في السياحة، ومهم برضو إيه؟ في المعادن. طب السياحة زي إيه بقى؟ التزلج على الجليد والكلام ده كله. تعد هضبة غرب استراليا أضخم مظهر تضاريسي بالقارة يا مستر، لأنها بتشغل ثلثي إيه؟ مساحة القارة. تمام؟ على ما أعتقد الدنيا جميلة وسهلة يعني. تعال نشوف السؤال ال 14،
قارن بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية من حيث السهول الفيضية. طيب قارة أمريكا الشمالية هتكلمني هنا يا عم زياد على السهول الوسطى وتشرحها زي ما أنا كنت شارحها في الحتة دي كده، تمام، وتذكر نهر إيه؟ الميسيسيبي. طيب قارة أمريكا الجنوبية هتتكلم على سهول المحيط الهادي والأطلنطي، وهتتكلم على نهر إيه؟ الأمازون. تمام كده؟ طيب بوم بوم بوم. تعال نشوف كتاب المدرسة. احنا كده خلصنا كتاب الأضواء يا رجالة. تعال بقى نشوف تدريبات الكتاب المدرسي. تعال نشوف الخريطة. بيقول لي لاحظ الخريطة قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية ثم اكتب مدلول أرقام عليها. واحد جبال إيه؟ فين واحد؟ جبال دي جبال الإنديز، صح كده؟ طيب اتنين هضبة إيه دي في أمريكا الشمالية؟ رابرادور. فين تلاتة نهر إيه؟ نهر الميسيسيبي. خلاص احنا الأسئلة دي كررناها كتير. أربعة المحيط إيه؟ ها أربعة دي المحيط إيه يا رجالة؟ برافو عليك الهادي. خمسة جبال إيه؟ الأبلاش، برافو. ستة هضبة إيه؟ البرازيل، برافو. سبعة خليج إيه؟ المكسيك، جدع. تمانية قناة إيه؟ بنما. تسعة المحيط إيه؟ فين تسعة؟ أنا مش شايف تسعة. تسعة يا عم زياد يبقى المحيط القطبي إيه؟ محيط القطبي الشمالي. محيط القطبي إيه؟ الشمالي. طيب هنا بيقول لي قارن بين الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والحضارية لموقع قارات العالم الجديد. حلو الكلام. الأهمية الاستراتيجية يبقى هتتكلم على قناة بنما، وهتتكلم على ربطها للمحيط الأطلنطي والمحيط الهادي، وهتتكلم على إن هي عملت إيه؟ اقتصرت الوقت وقطعت آلاف الكيلومترات. الأهمية الاقتصادية هتتكلم على إن الأهمية الاقتصادية لقارات العالم الجديد فيها أراضي زراعية، صح ولا لأ؟ فيها طاقة إحفورية، فيها حديد، صح؟ فيها يورانيوم اللي موجود في استراليا. فيها أهمية حضارية هتتكلم عن البت مايا والبت إيه؟ إنكا التنكا. أوعى تنسى يا صديقي. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. صوب ما تحته خط. تعد قارة استراليا ثالث قارات العالم من حيث المساحة؟ لا، أنا عندي ثالث قارات العالم من حيث المساحة هي أمريكا إيه؟ أمريكا الشمالية. تقع هضبة المكسيك في شمال شرق القارة؟ لا طبعا، هتبقى هضبة إيه؟ لابرادور. يصب نهر الميسيسيبي في المحيط الهادي؟ لا طبعا، في المحيط، لا، في الخليج المكسيك، في خليج إيه؟ المكسيك. تمتد جبال الإنديز على طول الساحل الشرقي لقارة استراليا؟ جبال الانديز على طول الساحل الشرقي؟ لا، يبقى جبال الحاجز الكبير. الاسئله كلها بتتكرر يا رجاله، بس انا برضو لازم احل كتاب المدرسه معايا. بيقول لي ما النتائج المترتبه على اقتراب سلاسل الجبال الغربيه من سواحل المحيط الهادي في قاره امريكا الشماليه؟ قول يا مستر يؤدي الى ضيق ايه؟ السهول. ماذا يحدث اذا لم تحفر قناه بنما؟ يبقى عدم ربط المحيط الأطلنطي بالمحيط الهادي وعدم اختصار الوقت. بما تفسر الأهمية الاقتصادية لهضبة البرازيل؟ الثروات المعدنية. إنشاء الكثير من الموانئ الطبيعية على السواحل الشرقية لقارة أمريكا الشمالية؟ أقول له بسبب التعرجات. بسبب إيه؟ كثرة التعرجات. دل على صحة العبارة التالية: يغلب المظهر الهضبي على سطح قارة استراليا بسبب وجود الهضبة الغربية، صح ولا لأ؟ اللي هي بتشغل إيه؟ ثلثي من مساحة إيه؟ القارة. تتميز جبال الأبلاش بأهمية اقتصادية كبيرة تستخدم في السياحة وفي إيه؟ المعادن. قارن بين قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية من حيث دوائر العرض الرئيسية اللي بتمر بيهم وأهم الجبال والهضاب والأنهار. حلوة أول مقارنة دي يا رجالة، ركزوا معايا فيها ومهمة جدا. دوائر العرض اللي مرة بقارة أمريكا الشمالية: عندي الدائرة القطبية الشمالية. طب أمريكا الجنوبية ركز كده معايا، عندي دائرة الاستواء. طيب أهم الجبال اللي وخدوا بالكم برضو أمريكا الشمالية عندي برضو مدار السرطان برضو بيمر بأمريكا الشمالية، تمام. أهم الجبال في أمريكا الشمالية عندي الأبلاش وعندي روكي. أهم الجبال في أمريكا الجنوبية عندي الإنديز. أهم الهضاب في أمريكا الشمالية عندي لابرادور. أهم الهضاب في أمريكا الجنوبية عندي هضبة البرازيل. أهم الأنهار في أمريكا الشمالية عندي الميسيسيبي. أهم الأنهار في أمريكا الجنوبية عندي
الامازون. بصوا المقارنه جميله ازاي. طيب ده امتحان طبعا، اختبر نفسك، هحله برضو معاكم مفيش اي مشكله. بيقول لي امامك خريطه صماء الامريكتين، اكتب مدلول الارقام. طيب واحد هضبه ايه يا عم زياد دي؟ واحد دي هضبه ايه؟ ها برافو، هضبه لابرادور. اتنين فين يا عم زياد؟ نهر ايه ده بقى؟ دي في امريكا الجنوبيه وفوق، يبقى نهر ايه؟ الامازون. طيب بما تفسر الاهميه الاقتصاديه لجبال الانديز؟ حلو السؤال ده. بطلع منه ايه؟ القصدير، وبطلع منه برضو ايه؟ النحاس. طيب ضيق السهول الساحليه للمحيط الهادي بقارة أمريكا الشمالية، أقول له بسبب اقتراب حافات جبال روكي. برافو. دلل على صحة العبارتين التاليتين. تعد قارة استراليا جزيرة كبيرة لأن المياه تحيط بها من جميع الجهات. تشغل السهول الفيضية بقارة أمريكا الشمالية مساحة كبيرة من القارة. السؤال ده متكرر وحلينه فوق، اللي هو بتاع السهول إيه؟ الوسطى. هتتكلم على إن السهول الوسطى ما بين إيه؟ ما بين الأبلاش في الشرق، وما بين إيه؟ روكي في الغرب. وتشوف المساحة وتتكلم على نهر إيه؟ المسيسيبي. تتشابه الأمريكتين في الحدود الشرقية حيث يحدهما المحيط الأطلنطي. القارة التي تقع كاملة في نصف الكرة الجنوبي والشرقي هي قارة استراليا. ما النتائج المترتبة على حفر قناة بنما؟ اختصار آلاف الكيلو مترات، وربط المحيط إيه؟ الهادي بالأطلنطي. كثرة الهجرات إلى قارات العالم الجديد، نشر الثقافات المختلفة. ما العلاقة ما بين الخلجان والموانئ في أمريكا الشمالية؟ حيث أنه في وجود خلجان يحصل إيه؟ موانئ. جبال الحجز الكبير والنشاط السياحي بيستخدموها في التزلج والتسلق. تزلج طبعا على إيه؟ الجليد. كده حبايب قلبي أكون خلصت تدريبات كتاب الأضواء لأول درس عندي في تالتة إعدادي، واستنونا حبايب قلبي في شرح الدرس الثاني وحل اسئلته برضه حبيب قلبي. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.